ازيكم يا اجمل اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. شهر رجب هل علينا ورمضان على الابواب، والاشتياق بيزيد لي يوم عن يوم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا رمضان. اللهم امين يا رب العالمين. نكتر بقى من الاعمال الصالحة، زي ما انتم عارفين ان رجب شهر من الشهور المحرمة. يعني نبتعد على قد ما نقدر عن المعاصي والذنوب ونعمل طاعات كتير لربنا. ومنها طبعا الصوم. عندنا صوم اثنين وخميس، ده أساسي في رجب وشعبان. ربنا يتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. امبارح كان يوم الاثنين، أول صيام لينا في رجب. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا يا رب. هنا تعالوا نشوف بقى نحضر فطارنا وهنعمل ايه. معانا هنا طريقة قلقاس حلوة قوي، تعالي نشوفها ونشوف هنعملها ازاي. هنا بقطع القلقاس، هو بيبقى ناشف قوي في تقطيعه. هقطعه كده، هقطع الواحدة، انا بجيب القلقاسية واحدة. يعني القلقاسية دي كانت كيلو، عشان الواحدة بتطلع كلها ايه سوا واحد. انما لما بجيب قلقاستين، يعني قلقاستين وسط كده، في واحدة ساعات بتبقى مستوية وواحدة ناشفة شوية، فايه ما بتبقاش مظبوطة في السوا. لكن انا بجيب القلقاسية على بعض، بقطعها بقى مكعبات كده. قسمتها نصين وابتديت اقطعها شرايح، والشرايح دي اعملها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. هنعمله بطريقة حلوة قوي. كملوا معايا اخر الفيديو وان شاء الله الطريقة هتعجبكم. هقطع الكمية كلها كده مكعبات. القلقاس انا بغسله. في ناس ما بتحبش تغسله خالص، ما بتعرضوش لاي ميه عشان الماده الجيلاتينيه اللي فيه. لا، احنا ما بنحبش الماده دي خالص فيه. فاحنا بنغسله تحت الحنفيه كتير قوي قوي، لغايه ما الماده دي بتروح خالص ويبقى زي البطاطسايه كده. في ناس بقى بتمسحه بمنديل او فوطه نظيفه عشان ما يوصلوش اي ميه، وتقطعه وتقوم ايه مسحه جامد وحطاه في الشوربه على طول، فعشان ما ينزلش المادة الجيلاتينية دي. لكن احنا ما بنحبوش بكده، احنا بنغسله وننضفه كويس قوي تحت المية. نغسله كام مرة لغاية ما يبقى زي البطاطسية كده، ما فيهوش المادة دي خالص. مع ان في ناس كتير هتقول ان هي دي الغذاء بتاعه، بس يعني احنا ما بنحبش، ما بنفضلش ناكله بيها. وكل واحد والطريقة اللي يحبها. اللي مش حابب يغسله خالص ولا يعرضه للمية، بيقطعه على فوطة نظيفة خالص، وبعد كده يمسحه بفوطة نظيفة، ما يعرضهوش لأي نقطة مية. والشوربة تكون بتغلي، يقوم ايه حطه في الشوربة على طول. لكن انا بقعد اغسله كده تحت الحنفية جامد كام مرة بالشكل ده كده، واصفيه في مصفى. هو كده لسه مخلص، انا لسه هغسل فيه تاني كتير لغاية ما المية بتاعته تبقى بيضة شفافة. طبعا ما ننساش طول ما احنا واقفين نذكر ربنا كتير، ونصلي على سيدنا محمد ونستغفر ربنا، وبالذات في الايام المفترجة دي. تعالوا بينا كده نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشوا كده اعملوا الحاجة بحب وإيمان كده، علشان ربنا ايه يجعله في ميزان حسناتكم. ما تخشوش تعملوا الحاجة ايه وخلاص، تبقى بتعملوا وتاخدوا حسنات في نفس الوقت. اصل انت كده كده هتقومي وتخشي المطبخ وتعملي الاكل وتجهزي الفطار لاولادك والناس اللي هتفطر معاكي. فقومي اعملي كل ده بحب وود كده واستغفار وذكر لله، وانت هتلاقي الحاجة بتخلص معاكي بسرعة وبتاخدي حسنات. هنا بوريهولكوا بقى بعد ما اتغسل. شايفين المية بتاعته بقت شفافة وبقى زي البطاطسية في ايديا كده. احنا بقى ايه ناكل القلقاس، غير كده ما نحبش ناكله ابدا. والقلقاس بقى هنحتاج له سلق وكزبرة. سلق اخضر وكزبرة، كزبرة خضرة طبعا مش ناشفة. هنقرطف السلق كده مع بعض. شايفين السلق اخضر وطازة ازاي. نبتدي بقى كده نقرطفه واحدة واحدة. عايزين الورقة، مش عايزين العرش اللي فوق ده.
الورقة دي بس اللي انا بحتاجها منه، انا وزوجي الغالي بس اللي بناكل القلقاس. فالحلة اللي احنا عملناها دي قعدت معانا يومين، كلنا فيها لما شبعنا. وعملنا لهم هم بطاطس ولسان عصفور، اللي مش حابب طبعا ياكل قلقاس. بطاطس مطبوخة اللي هي المكعبات دي، وجنبها لسان عصفور وملوخية ناشفة. هاخد كده السلق ده كله واغسله تحت الحنفية، انضفه خالص من التراب اللي فيه. وبعد كده اقوم حاطاه في الكبة او الخلاط مع شوية صغيرين من المية، واقوم طحناهم مع بعض، خلطهم ناعم جدا. واخد معاهم كده عودين من الكزبرة الخضراء، تديله طعم جميل قوي وريحة حلوة قوي. انا هنا كنت غسلاه، غسلته بقى كله اهو. ابتديت ايه احطه في الكبة كده عشان نخلطه بالشكل ده كده مع عودين الكزبرة، بتديها ريحة وطعم جميل جدا. هضربه واوريكم شكله. هنا كده بالشكل ده هجيب مصفى او شاشة او اي حاجة اصفي فيها السلق. عايزة المية بتاعته وعايزة طبعا السلق نفسه، بس هصفي المية عشان هحتاجها دلوقتي. وهركن السلق الورق ده المخلوط على جنب. في مصفى بتنزل بكل سهولة المية بتاعت السلق. شايفين لونها اخضر وجميل ازاي؟ حاولوا تجيبوا السلق اخضر وجميل وصابح، يعني عشان ايه المية بتاعته تبقى لونها حلو، متبقاش لونها باهت واصفر. كده بقول لكم ان الورق بتاع السلق المخلوط ده هحتاجه، مش هرميه. انا صفيته من كل المية الزيادة اللي فيه، وهحتاج الورق وهحتاج المية، مش هرمي المية طبعا. هعمل الكمية الباقية. ما تنسوش تعملوا لنا لايكات كتير عشان هي اللي بترفع الفيديو، وتكتبوا لنا كومنت ودعوة حلوة منكم لينا. واللي ما اشتركش يخش يعمل اللي اشتراك حابب طبعا بسرعة. وصفات معينة نعملها لكم اكتبوا لنا في التعليقات. اكتبوا لي في التعليقات كده وانا هعملها لكم. وحابين سلسلة رمضان بقى واكلات رمضان، وكل يوم ان شاء الله هننزل لكم بوصفة جديدة، ولمة رمضان وسحور رمضان. جهزوا كده البيت والنفسية لاستقبال الأشهر العظيمة دي. فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم بلغنا رمضان في أحسن حال، احنا وكل حبايبنا يا رب العالمين. هنا جبنا القلقاس بقى وحطينا عليه مية السلق اللي انا قلت لكم عليها، اللي احنا صفيناها مع بعض. وهحط عليه الشوربة عشان يستوي. مية السلق دي بتخلي لونه يفضل اخضر زي ما هو، ما بتخلوش يغير لونه ولا حاجة. يعني انا بحتاج السلق نفسه بشوحه مع فصين توم كده وحبة كمون، وبطشه عليه بعد ما بيستوي. مية السلق بيستوي فيها مع الشوربة، بيفضل لونه اخضر وجميل. شايفين لونه؟ ده اللون اللي انا بقول لكم عليه، لونه يفتح النفس ايه للاكل. حطيته بقى يستوي مع نفسه. وايه ابتديت بقى اعمل شويه ملوخيه خضراء. معانا هنا كده حبه شوربه، معانا مكعب من المرقه. وحطيت شويه من السكر صغيرين. هنا كده هحط الملوخيه بقى الناشفه. الشوربه كانت غليت معايا، فانا ايه هنزل عليها بالملوخيه الناشفه. نزلت ب4 أو 3 معالق حسب كميه الملوخيه اللي انت عايزاها، حسب ما تلاقي طبعا السمك بتاعها مظبوط ايه معاكي. هنا كده معايا معلقتين من الدهنه او السمنه. هنا كان القلقاس بتاعي استوى، فرحت عامله كده معلقتين من السمنه او الدهنه طبعا. وحطيت ايه فضلت اشوح فيه السلق بتاعي بالكزبره، وهحط عليه شويه من الكمون وشويه من الكزبره الناشفه.
وافضل اشوح كده مع فصين من التوم، وافضل اشوح مع بعض. فصين التوم مش هحطهم دلوقتي عشان ما يتحرقوش معايا، احطهم اول ما السلق يبتدي ايه يخضر جامد معايا ويستوي. افضل بقى اقلب فيه لغايه ما لونه يغير خالص. قبل ما يغير بشويه اقوم ضايفه له ايه فصين التوم عشان ايه ما يتحرقوش ويطلعوا ريحتهم وايه ويبقى طعمهم مش ممرر معايا. هنا كان استوى خلاص وادانا اللون الزيتي اللي بنحبه، نقوم ايه طاشين بيه القلقاس. شايفين اللهم بارك شكله عامل ازاي؟ شايفين لونه وجماله يفتح النفس ما شاء الله. نرجع بقى للملوخيه الناشفه بتاعتنا. هنا كانت استوت ونزلناها، نعمل لها بقى الطشه بتاعتها. نجيب كده طاسه صغنطوطه نحط فيها معلقه من الدهنه او السمنه، ونحط فيها معلقه من الثوم، ونبتدي كده نصفر الثوم معانا، ونقوم طاشين بيه الملوخيه زي بنعملها معامله الملوخيه الخضراء بالظبط. طبعا الملوخيه الناشفه في ايديكي انت شايفاها خفيفه بتزودي، تقيله بتزودي كبشه شوربه. انت اللي بتظبطي ايه القوام بنفسك، يعني انت ايه في المطبخ بقى وشايفه القوام في ايدك. طش كده الملوخيه بتاعتي. ما ننساش كده واحنا بنطشها مش الشهقه والكلام الفاضي ده، لا نذكر ربنا كده ونصلي على النبي كده واحنا بننزل بالطشه عشان ملوخيتنا تطلع مسكره كده وطعمها جميل. كده التومه معايا بقت ذهبيه ونطش بيها الملوخيه، وريحتها كانت ما شاء الله جميله قلب الدنيا. كده الملوخيه الخضراء خلصت معايا والقلقاس خلص معايا، وكنت عملت اللسان عصفور والبطاطس والرز واللحمه طبعا اول حاجه. يعني انا كده اكلي جاهز عشان خلاص المغرب على اذان. بوريكم كده شكل اللحمه بتاعتي ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ احنا بنحبها يعني بالصلصه، ما بنحبهاش في قلب القلقاس ولا الحاجات دي. هو ده اكل زمان الشتوي اللي يدفي، اللي يخش القلب على طول. هنا الاكل بتاعي كله جاهز. المغرب بقى كان اذنت، عملنا عصير فراولة على موز، بس الصراحة ما شربناهوش قبل الاكل. احنا كلنا تمر وصلينا وبعد كده ايه فطرنا وشربنا بعدها بقى العصير. شايفين شكل الاكل بتاعي ما شاء الله يفتح النفس ازاي؟ يا رب تعملوا القلقاس على الطريقة دي وتعجبكم، عشان طريقته كان ما شاء الله طعمه تحفة. والطريقة ان شاء الله تعجبكم، جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم دايما. هسيب لكم طريقة القلقاس في صندوق الوصف وإن شاء الله هتعجبكم. وصوما مقبولا وإفطارا شهيا بإذن الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب.